عناصر حكم مصر. حتى اليوم نعيش تبعات ذلك القرار. أنا النهاردة جاي أكلمك عن واحد من أجرأ الأفلام المصرية. الأيام الجاية سودة ومفيش فيها أمل. تراب الماس واحد من المواد السامة في العالم، زي الرمل، ملوش طعم ولا ريحة، بيتكون من جزيئات صغيرة جدا وحادة زي السكاكين. لو دخل جوه أي جسم هيحصل له نزيف داخلي مستمر في المعدة وأورام خبيثة في المريء، وهتكون نهايته محتومة في خلال شهر أو أكتر. تراب الماس هو الفرصة الذهبية لتكفير خطايا أصحاب الضمائر الميتة. ده بالظبط اللي بيحاول يعمله حسن الزهار من ساعة ما اتولد. لقد تحملت تبعات وخطايا حكام هذا الوطن. وكلام أبوه اللي فضل فاكره ومعلق معاه. أي حاجة غلط بنعملها لازم ندفع ثمنها حتى لو تأسفنا. تراب الماس مجرد فكرة قاومنا بيها الاحتلال زمان، لكن الوحش القديم اللي جوايا قرر يظهر، وهنحارب بيها الفساد دلوقتي. الفساد خطر على الجميع ولازم نحاربه. لن أكون جزءا من هذا العالم، سأطرق أبواب الجحيم بيدي. هتحارب الفساد؟ طيارة الوطن هتمشي أسرع لما نرمي المنافقين ومصدري الإشاعات بالشباك. يبقى حياتك هتكون على كف عفريت. أنت بتلعب وليد سلطان؟ فيلم بيحكي عن واقعنا. أنت ليه حابب الموضوع يجيلك من فوق؟ قبل 2011 كان ممكن يجي من فوق، دلوقتي الوضع أحسن من 2011. اللي فيه الفساد والظلم هو أول طريقك للسلطة. الشعب ده أثبت إنه بيملك الإرادة، قادر على فرز الخون، قادر يطهر نفسه. هو مين اللي كتب القوانين؟ في الغابة الأسود ما بتموتش، بتقتل بعضها. بيحكي الفيلم قصة طه حسين الزهار، الشاب اللي شغال في صيدلية وعايش مع أبوه المريض اللي كان مدرس تاريخ. وفي يوم بيرجع طه من الشغل يلاقي أبوه مقتول وواقع على الأرض. يقرر إنه لازم يدور على القاتل، زي ما التراب يجيب بقى، بس مش هسيب دمه بيف. ويبدأ بالبحث عن أدلة عشان يلاقي نفسه قدام عالم مليان بالفساد والجريمة. ومع الوقت بيكتشف أسرار مظلمة عن حياة أبوه، وبيدخل في صراع مع السرفيز والعقيد وليد سلطان. ما قداموش حل غير إن هو يقتل وإلا هيموت. أنا ابنك المحبوب خورس، أتيت لا أثر لك يا أبي أوزوريس من كل ما فعله الشرير ست، لقد وضعت عدو لك تحت قدميك للأبد. الصراع بقى بين الخير والشر اللي جواه، وما قداموش غير حل واحد. وبتظهر قدامه سارة جارته اللي هي كانت سبب في إنقاذه يوم حادثة أبوه. سارة كمان اتصدمت في العالم اللي حواليها، شكلها هتعمل زي طه. فللقتل آثار جانبية، قسوة كان لابد منها. المدينة دي بقت مظلمة على الآخر.